السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احباب في الله؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومعاكم فيديو جديد من قناة. قبل ما نبدا الفيديو اشتركوا في قناة الصورة تكبر بيكم. يلا بينا النهارده الفيديو بصوا حماسي جدا وتنشيطي جدا وتشجيعي وكل الحاجات اللي فيها نشاط كده ان شاء الله تشجعوا منها ان شاء الله في الفيديو ده. يلا بينا نقول بسم الله ونشرب فنجان القهوة بتاعنا ونبدا بقى الفيديو بتاعنا. اول حاجة نزلت السوق، كنت محتاجة شوية حاجات كده تمشيني بقية الاسبوع، يعني مش نازلة اجيب كل حاجة لان انا في حاجات عندي وكده، فنزلت اجيب شويه فاكهه للاولاد. الفاكهه اسعارها يعني هوب هاي، بس الله المستعان. جبت كمان بتنجانيه، كنت عايزه اعمل بابا غنوج، بس قلبت معايا بمسقعه تاني يوم، يعني قلت لا اعملها مسقعه مش بابا غنوج. جبت دي بتنجانيه ب 3 جنيه. هي البتنجانيه اللي بخليها وزنها لي كده بنقاها كبيره وزي ما تيجي يعني لقيتها ب 3 جنيه البتنجانيه. وجبت نص كيلو خيار ب5، جبت نص كيلو طماطم ب5، وجبت البصل تقريبا ب10، تقريبا ب10 اه. جبت كيلو ونص ب15، انا جايباه الحجم الوسط. لما تيجي تشتري البصل جيبي الحجم الوسط دوت. الطبخه بتحتاج منك اكتر من البصلايه دي، يعني انت لو حابه اكتر من البصلايه خدي 2. عشان برضو ما تاخديش او تهدري في كميه البصل بتاعتك. تمام كده. جبت ملح، لقيت واحد بيعدي كده بملح ال 15 كيس ب10 جنيه. انا اول مره اجربه بصراحه، بس لقيته هيبقى موفر معايا جدا جدا، يعني الكيس يدوبك على قد العلبه اللي انا بحط فيها الملح. فجبته كده اسمه الخير والبركه، بس هو خشن شويه عن الملح اللي انا بجيبه التاني. بس قلت اجربه، دول 15 كيس ب10 جنيه. فقلت اجربه، تمام تمام مش تمام مش هبقى اجيبه تاني باذن الله. وجبت الخوخ الكيلو ب20. انا بجيب الكيلو كده بيكفيني يعني للاسبوع الحمد لله. بس ان شاء الله اليومين دول طعمه حلو قوي. جبت الموز ب10، برضه اولادي كانوا طالبين مني موز، واصلا قرب يخلص من السوق، فقلت اجيبه لهم كده، انا بقالي كام اسبوع ما جبتوش. قلت اجيبه لهم قبل ما يخلص. وجبت كيلو ب10. ما شاء الله اللهم بارك. اليومين دول مسكر قوي قوي الاناناس، احسن من البطيخ. بصراحه بفضل الاناناس يعني. بس كده زي ما انتم شايفين. اليوم ده كنت جايبه سمك، كنت هعمل اليوم ده سمك، كان يوم الاحد اللي بنزل فيه السوق كده، ولازم يبقى يعني مش لازم، اوقات بغير والله اكله السمك بخليها باكل تاني. بس يعني بحاول ان هو يوم في الاسبوع يبقى فيه اكله سمك كده عشان طبعا الاولاد وكده. عملت سلطه خضراء بقى زي ما انتم شايفين. بصراحه مش أنا اللي عامله السلطه الصغننه دي جوزي هو اللي بيحب يعملها صغيره كده. وعملت بقى رز صياديه اللي هو رز بالبصلايه، اللي هو بيتحمر وكده، رز البني. وعملت صينيه السمك، ده سمك ماكريل. بحبه جدا يبقى صينيه، ما بيحبوش باي طريقه غير كده. طعمه حلو جدا. عملته بقى بتوم وبصل وجزر وليمون وخل وتوم. كان طعمه جميل جدا، الف انا وشفا للي كل. وطبعا بقى ختموه مسكه كده، لازم نختم بكوبايه شاي بالنعناع، يا اما كوبايه قهوه كده. بس كانت طالبه بصراحه معايا كوبايه قهوه، لان كان اليوم ده متعب جدا، وقلت خلاص بقى لازم افوق، عشان لو نمت دلوقتي مش عارفه انام بالليل. ففوقت بشويه قهوه كده. وانا واقفه بقى في المطبخ بتحسي بقى ان انتي اوقات كده وقت نشاط كده وحيويه. قلت بالمره اخد معايا الكاتل كده بتاع الكاتل بتاع الشاي والكاتل بتاع القهوه كده، قلت انضفهم معايا بالمره. حطيت فيهم ميه وخل كده. الفيديو اللي فات كنت منزله بالتفاصيل بالظبط كنت عاملاهم ازاي. احب ان انتوا تشوفوا الفيديو، ان شاء الله انزله لكم في صندوق الوصف اللي حابب يتفرج على الفيديو ازاي تحافظي على الاجهزه الكهربائيه بتاعتك عشان برضو تقعد معاك اطول وقت ممكن. هنزل لكم الفيديو بجد هتستفادوا منه جدا جدا. وبرضو التلاجة كنت منضفاها معاكم في الفيديو بتاع ازاي تحافظي على الاجهزه الكهربائيه بتاعتك اطول وقت ممكن، بجد هتستفيدوا منه جدا جدا. هنزل لكم لينك باذن الله في صندوق الوصف، يا اما في اول تعليق مثبت باذن الله. قلت بالمره برضو التلاجة كان المفارش دي طبعا مش المعنى ان انا سايباها ان انا ما غسلتش التلاجة من ساعه رمضان، لا انا حابه شكل المفارش. بعد كده قلت لا خلاص بقى انا هشيلها عشان زهوتها كده ما يجي ان شاء الله، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ومفقودين. رمضان الجاي يبقى لها زهوتها كده مفارش. قلت بقى اغسلها وانشفها واشيلها بقى مع حاجات رمضان اللي انا شايلاها. ما شاء الله الماتيريال بتاعها حلوه جدا، المفارش جميله جدا، كنت جايباها ب20 او ب25. خامتها حلوه قوي وبتتغسل عادي، وبعملها بالليفه عادي بتاعت المواعين. وبشطفهم وبسيبهم يتصفوا وبشيلهم. ما شاء الله خامتهم حلوه، البلاستيك بتاعهم قوي. فقلت لا عشان ما يتبهدلوش انا هشيلهم وهحط المفارش بتاعتي اللي انا كنت حطاها قبل المفارش بتاعت رمضان. وبالمره باخد معايا اللرفه كده. البخاخه دي كنت جايباها من ماي واي، كان فيها منظف او مطهر او ملمع، كان تحفه جدا. بس لما خلص بقى كنت بعمل بالتلاجة، بعمل بالميكروويف، بعمل بالبوتاجاز، بلمع بالبوتاجاز لانه ستانلس بتاعي. فما خلص رحت حطيت فيها شويه صابون مواعين مع خل مع ميه. عايزه اقول لكم بيلمع اي حاجه، والخل بيطير اي ريحه لو في ريحه في التلاجة. الخل بيلمع اي حاجه بلاستيك اي حاجه ستانلس. بيخليها لا لمعه كده. الخل جميل جدا جدا عايزه اقول لكم، بالذات في التلاجات لان بيطير اي ريحه وبيلمع.
وصابون المواعين بسيط مش كتير عشان ما يرغيش معاكي، وكمان شويه الميه عشان برضو تخففي بيها صابون المواعين. بس كده لمعت الرفوف بتاعتي زي ما انتم شايفين، اللهم بارك، ما فيهاش اي حاجه. المفارش بتحمي الرفوف من ان هي تتبهدل. وانا اعرف يعني سمعت ان هي غلط، بس انا عن نفسي اتعودت ان المفارش تبقى موجوده في التلاجة. بحسها بتنور كده التلاجة ومخلي لي الرفوف بصراحه كانها جديده، كاني لسه جايبه التلاجة، لان الرفوف نظيفه. هنا كنت جايبه بطيخ قبلها بكام يوم، فاولادي كانوا من كتر ما هما بياخدوا البطيخ جوه التلاجة، يعني بياكلوا البطيخ وهم جوه التلاجة، فموقعين حته بطيخه ولب بطيخ كان موجود على اخر رف زي ما انتم شايفين. والادراج اللي تحت دي انا حاطه فيها الادويه بتاعتي كلها، درج حاطه فيها كل الادويه بتاعت الاولاد. والدرج التاني اللي فيه شنطه انا حاطه فيه بقى البراشيم واي حاجه بقى صغننه، قطرات كده، مراهم، الحاجات دي كلها في شنطه لماهم في درج. والدرج التاني حاطه فيه الادويه، لان انا الادراج دي اصلا ما بحبش احط فيها خضار ولا فاكهه ولا اي حاجه، فاستغلتها ان انا احط فيها الادويه. ومنها برضو تكون ملمومه مش مبعتره بباقي التلاجة. بس كده زي ما انتم شايفين، رجعت بقى المفارش بتاعتي. المفارش بتاعتي دي مش جديده، لا دي قديمه، كنت احطها قبل ما احط مفارش رمضان، غسلتها وشلتها برضو نظيفه، فانا جيت احطها حطيتها نظيفه برضو. خدت معايا بقى الرفوف دي، الادويه دي تبقى قريبه مني لاني بستعملها كتير، فمش حطاها في الدرج اللي تحت. بس كده بالنسبه للتلاجة لمعتها بقى زي الفل، وطبعا عملتها من بره كمان، بس ما جبتش المقطع ده معاكم. هنا بقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الخلاط برضو حبيت ان انا المعه، كنت عاملاه برضو في الفيديو معاكم ازاي تحافظي على الاجهزه الكهربائيه بتاعتك. كان عندي ده مركون بقاله كتير، بقاله اكتر من سنتين الموتور ده، لاني اصلا كان عندي شفشه مكسور بتاع الخلاط. فلما اشتريت واحد الحمد لله ربنا كرمني واشتريت واحد، فقلت انا ما اديهاش بقى، نطلع على الجهاز وننضفه تنظيفه عميقه كده، لان من الركنه طبعا طرب واتبهدل، لان هو في الرف فمعرض طبعا للدهون والتراب وكده. فجبت بقى الباور، كان عندي الازازه بتاعت الباور دي خلصانه، فكنت جايبه مذيب دهون سايب بحطه في البخاخه دي، وما بحتاج بقى اي حاجه كده سريعه بديها بختين بتنضف جدا. عايزه اقول لكم خلالي الخلاط او الجهاز اللي هو بتاع الخلاط الموتور خلاهولي فل اكنه لسه جاي جديد. فالحاجات البسيطه دي بتفرق جدا جدا لما بتنضفيها اول باول. عايزه اقول لكم الهاند بلندر اللهم بارك اللهم بارك عندي، لو شفتوه تقولوا ان لسه جايباه، انا اصلا جايباه متهيألي بقالي اكتر من سنتين ما شاء الله، عشان على طول ايدي فيه وبلمعه قبل ما بشيله. لو جه عليه نقطه صلصه، جه عليه نقطه اي اكل من اللي انا بضربها وكده، فعلى طول بلمعه قبل ما اشيله. ما شاء الله يعني الحاجه ما بتحافظي عليها بتعيش، وبالذات الحاجه لما تكوني تعبانه في ثمنها هتحافظي عليها، يعني هتحافظي عليها. والحاجه بقت سعرها غالي جدا جدا، ربنا يرحمنا برحمته، فلازم نحافظ على اللي عندنا. عايزه اقول لكم ان الجهاز بتاعي تورنيدو، فقطع غياره مش موجوده الا في الشركه نفسها، وطبعا حاجه غاليه نار عشان تجيب الحاجه الاصليه، فالموضوع صعب جدا. الشفشه بتاعه تعبت عقبال ما لقيته، وما لقيته غالي، ما فيش منه تقليد، لازم تجيب الاصلي، فالحاجه غاليه فلازم نحافظ على حاجاتنا. فبصراحه هو قال لي طالما جبت الشفشه انت كده اشتريت الخلاط نفسه، ما اشتريتش بس الشفشه، لان هو ليه كبه كمان، فالكبه ما اقدرش استغنى عنها لان ما شاء الله كبيره، فبحتاجها في الحاجات الكميات. فاللهم لك الحمد، يعني نحافظ على حاجاتنا على قد ما نقدر، لان بجد مش هنعرف نعوضها تاني. فلازم نحافظ على الحاجه كده اول باول. الحاجه استخدمتيها لمعيها قبل ما تشيليها، لو الحاجه اتبهدلت في ساعتها اغسليها، الحاجه دي بتفرق جدا جدا مره على مره. الموتور لو وصل له اي ميه من اللي انت غسلاها بتاعت الشمس مش من اول مره باظ، هتلاقيه مره على مره الميه بدات تدخل للموتور، وده طبعا غلط جدا، بعد الشر ربنا يستر يا رب، انه ما يكهربكيش او يبهدل الدنيا، فربنا يسترها. فطبعا زي ما قلت لكم الكاتل او الشفشه بتاع الخلاط او الكاتل بتاع القهوه، الحاجات دي كلها لما تيجي تغسليها سيبيها تتصفى قبل ما تحطيها على المقعد بتاعها اللي هو بتاع الكهرباء. ونفس الكلام الشفشه بتاع الخلاط قبل ما تحطيها على المقعد بتاع الموتور تستني لما يتصفى خالص، لان الميه لما بتوصل للمقعد اللي فيه الكهرباء ربنا يسترها يا رب، ما يعملش اي حاجه انه يكهربك او يبهدل الدنيا، ربنا يسترها يا رب. فلازم نخلي بالنا ربنا يسترها، ما يحصلش حاجه كده ولا كده. فلازم ان احنا اي حاجه نغسلها كهربائيه نستنى لما تنشف خالص قبل ما نحطها على المقعد اللي بقى فيه الكهرباء، فربنا يسترها يا رب. زي ما انتم شايفين كده لمعته بقى الباور او اللي هو مذيب الدهون، خلالي الخلاط بينور بمعنى الكلمه. بصوا ما شاء الله، يعني مش محتاجه اتكلم. والحته اللي في النص اللي هي فيها حته البلاستيكه دي برده مسكتها بالسكينه كده ودخلت الفوطه وقعدت اجيبها يمين شمال لحد ما نطفت زي ما انتم شايفين، يعني فرق شاسع ما بين الاول ودلوقتي. بصوا بقى ده بالنسبه للشفشه الجديد اللي انا جبته الحمد لله، يعني جميل جدا اللهم بارك. عايزه اقول لكم اللي فات ده مش سوء استعمال مني ان هو باظ، لا هو وقع مني من الرف ولما كنت بجيبه، فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بس كده ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم.